القرص دي ليه بتطلع طرية؟ خليكي معايا علشان تعرفي. هنعمل قرص طرية. هنجيب كيلو دقيق و3 معالق سكر و2 معلقة كبيرة خميرة ونص معلقة صغيرة ملح، وهنقلب كل المكونات الجافة مع بعضها. نقلب كويس، وانا حاطة معلقتين خميرة علشان احنا في الشتاء وتخمر كويس. وبعدين قلبت المكونات الجافة. بعد كده ضفت تلت كوباية زيت وتلتين كوباية سمنة أو زبدة. عايزة تعمليها نص زبدة ونص زيت ماشي، بينفع كله كويس، بس كده بتبقى طعمها أحلى. لما بنزود الزبدة عن الزيت بتديها طعم أجمل. هنقلب، هنغلف الدقيق بالزبدة والزيت كويس، وهنبدأ نقلب الدقيق مع الزبدة، بندخلهم مع بعض لغاية ما يبقى معانا زي حبيبات الرمل. ما نسيبش الدقيق ابيض. بصوا كله بقى عامل ازاي. عندي بقى حاجة جميلة جدا وهتخليها قرص طرية فلاحي بجد. معلقتين قشطة. معلقتين القشطة دول انا جايباهم منين؟ اللبن المغلي بيكون بايت في التلاجة، بيعمل طبقة قشطة بقشطه وبيديني قشطة فلاحي جميلة قوي. حطيت معلقتين، وبعدين مدفية لبن وهبدأ أعجن، وبضيف السائل بالتدريج، ما بحطوش مرة واحدة علشان بيختلف نوع الدقيق. ممكن دقيق ياخد كمية صغيرة من اللبن ويتعجن، وممكن دقيق لا هياخد كمية أكبر لبن، مية، نص مية ونص لبن. بس أنا بحب أعجن باللبن، ده بيخلي بقى القرص طرية وبيخلي ريحتها حلوة قوي. بستمر في العجن بعد إضافة كل سائل، ما يبقاش فيه دقيق خالص. طب أنا احتجت سائل تاني، حطيت شوية مية دافية برضو بالتدريج. بحط سواء لبن أو مية بكون مدفياهم علشان يساعدني في التخمير كويس. احنا الجو برد ولازم السائل يكون دافي. هعجن كده. العجينة بقت حلوة، اتعجنت معايا، ولا طرية ولا ناشفة. جميلة ازاي، ما بتلزقش. هحطها بقى تخمر. طيب، وحاجة كويسة تساعدها في التخمير واحنا في الجو الساقع ده، بدفي الفرن حاجة بسيطة واطفيه واحطها في الفرن واقفل عليها واغطيها. فالدفء ده بيساعد على التخمير الكويس مع الخميرة. اتخمرت، خرجت، ضغطت عليها، خرجت الهواء منها. الصاج بتاعي او الصينية عندي هبدأ اقطع كور صغيرة واسويها عشان القرصة تبقى كويسة. اما بططها ما تبقاش مشققة، حسب ما انا عايزاها وسط كده ماشي، عايزة اصغر عن كده ده براحتكم. هبدأ اكور واساوي وارص في الصاج. العجينة طرية وجميلة وملمسها حلو قوي، وبجد القشطة مدياها ريحة حلوة جدا. جربوا وضيفوا لها معلقتين قشطة واعجنوا باللبن، هتعجبكم قوي قوي. ريحتها بصراحة خطير. هبدأ أبطط واخلي سمكها وسط، ما بسيبهاش رقيقة قوي ولا عالية قوي، علشان لسه هركنها تاني تخمر لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير. وأبدأ أسوي وأسخن الفرن الأول. وكان عندي بقى وش قشطة تاني ضفته عليها قبل ما أدخل الفرن وأسوي، وده شكلها الله على لونها الذهبي الجميل وريحتها الحلوة. طرية قد إيه،
هشة اسفنجية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، ولو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تحطوا اللايك واشتراك.